السلام عليكم. اهلا بكم في قناتي. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض طاجن البامية باللحمة، من ألذ واحلى واسهل الطواجن اللي ممكن تعمليها، بريحة وطعم زمان. هنعرف كل التفاصيل، بس ياريت نتابع الفيديو للاخر، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا نسمي بسم الله ونبدأ في طريقة التحضير على طول. بسم الله. معايا نص كيلو من البامية، يفضل ما تكونش كبيرة قوي، نحاول نجيبها صغيرة او متوسطة. غسلتها كويس وصفيتها وحطيتها على فوطة علشان اجففها كويس من المية، وهبتدي اقمعها بالسكينة من فوق واشيل الجزء اللي تحت بالشكل ده. ودلوقتي في حلة على النار هحط حوالي معلقة من الزيت ومعلقة سمنة بلدي او المتاحة عندكم. بعد ما سخنوا هنزل ببصلة متوسطة واقلب. وبعد ما دبلت شوية واخدت لون ذهبي خفيف هضيف نص معلقة صغيرة من الثوم المفروم. هشوحهم مع بعض ويتبلوا يدوب ريحتهم تطلع، انا مش عايزاهم ياخدوا لون اكتر من كده. هضيف عليهم معلقة صغيرة كزبرة ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وممكن تضيفوا بهارات مشكلة او السبع بهارات اختياري. البهارات سخنت مع الثوم والبصل وريحتهم الجميلة طلعت. هنزل بالبامية واشوحهم مع بعض شوية، سواء عندك بامية فريش او مجمدة هتعملي الخطوة دي. وبعد ما تشوحوا مع بعض هضيف معلقة كبيرة من صلصة الطماطم ونص كيلو طماطم معصورة وصفتها من القشر. وهنزل برشة من السكر علشان تعادل حموضة الطماطم، ونص معلقة صغيرة من الملح. هقلبهم واغطيها واسيبها تغلي وتتسبك شوية. وبعد ما اتسبكت هضيف كوبايتين ونص من الشوربة. انا سلقت لحمة واخدت من شوربتها. وبعدين هنزل باللحمة، وكمية اللحمة من نص كيلو لكيلو على حسب رغبتكم. وهدوق واشوف هي محتاجة ملح تاني ولا لأ، واغطيهم واسيبهم يغلوا مع بعض شوية والبامية تستوي 3/4 سوا. ودلوقتي هطفي النار واضيف معلقة صغيرة توم مفروم ني، بتودي الطاجن في حتة تانية خالص. دي بقى كمية التوم اللي قلتلكوا هنحتاجها بعدين. وفي طاجن فخار او بورسلين او بايركس المتاح عندكم هنزل بالبامية واللحمة واظبطها بالشكل ده، واضيف قرن فلفل حامي مش مفتوح، هسيبه زي ما هو علشان الولاد عندي مش بيحبوا السبايسي. وادخلها فرن سخن تكمل تسوية وتاخد من طعم وريحة الفرن. وده شكل الطاجن، الله على الجمال، ما شاء الله اللهم بارك. وهوريكم قد ايه اللحمة دايبة والبامية شكلها زي ما هي بس في نفس الوقت مستوية. تقدموها بقى مع الرز بالشعرية او العيش زي ما تحبوا، بصراحة انا بحب اكلها مع العيش. وطبعا عصرة الليمون. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهاردة. لو جربتوها قولولي رأيكم في كومنتات، وما تنسوش فضلا وليس امرا تدعموني بلايك وشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.